نبدأ قصتنا ان من 2000 سنة في العصر الاسطوري كان في راجل قضى على امة البشر كلها وحرق غابة الارواح حتى انه قتل الحكام. وبعد ما مرت 2000 سنة على موته كان في نظام تعليمي بيعلم احفاد المؤسسة عشان يختاروا ملك الشياطين الجديد مكان ملك الشياطين اللي مات، وان خلال السنة دي هيستيقظ المؤسس ملك الشياطين، وانه فصول السنة دي هتضم اشخاص من جيل الفوضى وممكن يتجسد واحد منهم لملك الشياطين. ولو حصل وان ملك الشياطين رجع عالم الجحيم هيبقى فرحان من تاني. بعديها بنشوف اشخاص وهم رايحين لاكاديمية ملك الشياطين، ودي بتكون اسمها ميشيا وشكلها غلبانة وهادية قوي، وبتقابل شخص اسمه انوس وده بيكون بطل قصتنا. وبنشوفهم وهم ماشيين مع بعض وبيجي واحد طالب زيهم وبيرخم عليهم واسمه بيكون زي بياس، وهو بيكون شخص من عائلة شيطانية مهمة، وانوس ولا هو هنا مش مهتم بيه اصلا. ده اللي بيخلي زي بياس يتعصب جدا وبيقرر يستعمل سحر عشان يقتله، لكن ده انوس بيطفي سحره عادي جدا وبيسيبه وبيمشي. ده اللي بيخلي زي بياس يتعصب اكتر واكتر، لكن انوس بيستعمل عليه سحر الوهم، وزي بياس بيتخيل انه بيتحرق بنار وبيفضل ينزل على الارض. وبيبدأ اختبار القبول بين الطلاب وهيكون قتال بين الممتحنين، واللي هيفوز هيخش الاكاديمية. وبيسمحوا المشرفين للطلاب انهم يستخدموا اي سلاح هم عايزينه، وبيكون اول قتال بين زي بياس وانوس، وبيستخدم انوس سحر الوهم تاني على زي بياس، بس زي بياس مش بيتأثر لانه بيكون لابس زرع شيطاني بيحمي جسمه. وبالفعل بتبتدي المباراة الفعلية وزي بياس بيطلع سيفه الشيطاني وبيكون انوس مش معاه حاجة، بس انوس بيطفي لهب سيف زي بياس وبيقول له ان السيف ده سكة يعني اي كلام. وانوس بيقول لزي بياس انه هيتحدى نفسه وانه مش هيستخدم سحر ولا حتى هيتحرك من مكانه وبرضه هيهزمه. ولسه زي بياس بيرد في الكلام وعايز يقتله، لكنه اتصاب اصابة جامدة جدا، واتضح ان دقات قلب انوس لوحدها بتسبب الالم لزي بياس. ورغم كل ده زي بياس رافض الاستسلام عشان مش يخسر في المبارزة، فبيروح لانوس وبيموت، وبعديها بيستخدم سحر عشان يرجعه تاني وبيفضل يموت فيه ويحييه تاني. وبيفضل انوس يعمل الحركة دي كتير لحد ما زي بياس بينزل على الارض وبيستسلم، وبيشوف شخص من الاكاديمية وبيكون متعصب انه اتحدى حد من العيلة. بعدها بيبتدي يشوفوا كل واحد وقوته السحرية هي ضعيفة ولا قوية من خلال الكريستالة السحرية. ولما بيجي انوس عشان يقيس سحره بيطلع ان قوته صفر، وميشا بتستغرب وبتقول ان الكريستالة اتكسرت بسبب قوته السحرية الكبيرة، وان عندها عيون شيطان وعن طريقها بتقدر تشوف السحر. بعديها بيبتدي الاختبار التاني واللي هيقيم كفاءته ضد ملك الشياطين، وبيروح انوس وبالرغم ان ملك الشياطين مش موجود اصلا بس مش بيعرفوا ينطقوا اسمه عشان هو مخيف جدا وقوته مرعبة جدا، لكن انوس بينطق اسمه عادي جدا. وبيكملوا معاهم الاختبارات والاسئلة وبينتهي اليوم وبيطلع انوس وبيلاقي ميشيا واقفة مستنياه بره، وبيستخدم سحر الانتقال وبيوديها لبيتها، بس سحر الانتقال ده بيكون مفقود من 2000 سنة. ده اللي بيخلي ميشيا تستغرب جدا. بعديها بيخش انوس بيته وامه بتستقبله وبتكون فرحانة جدا بيه انه نجح، وبيكون انوس اتولد من شعر اصلا، وامه بتكون مش عارفة هو كبر امتى وازاي وفين. المهم امه بتعرف انه جاب معاه بنت قابلها في الاكاديمية، وامه بتصدم وانه مكملش الشهر وجاب لها زوجة للبيت، وامه وابوه بيكونوا فرحانين جدا بوجوده هو وصاحبته وبياكلوا كلهم. وبيمشي انوس وصاحبته وبيوصلها انوس لبيتها، وهم في طريقهم لبيتها انوس بيتكلم معاه شوية وبيعرف انوس ان عند ميشيا اخت اكبر منها، ولكن وهم بيتكلموا بيكون في حد بيستخدم سحر التكوين حواليهم، وطلع انه اخو زي بياس وبيكون الكبير لورد اندو هو اللي عمل كده، وبيكون جايب معاه ناس تانية عشان يقتلوا انوس. وبالمنظر اللي احنا شايفينه ده بنعرف ان اندو شخص شرير، حتى انه بيستخدم سحر على اخوه وقتل، وكان كل اللي همه ان انوس اتحدى العيلة المالكة، واندو واللي معاه كانوا بيستخدموا سحر عشان يقضوا على انوس، ولكن انوس بيستخدم قدرة عينه بس وبيخلي سحرهم مش قادرين يسيطروا عليه وبيتفجر فيه. واندو بيستغرب جدا من انوس وانه ازاي بيأذيه عشان بيكون عارف انه كروي بسيط، بس بيستخدم اندو كل سحره على انوس ولكن مش بيحصل له حاجة لان السحر الاصلي مش عارف يأثر على المؤسس بتاعه، بمعنى مش بيأثر عليه هو وانوس. وانوس بيستخدم زي بياس اللي مات وبيحوله لزومبي، وزي بياس بيصحى وبيروح لاخوه بيقول له انت قتلتني
التاني ليه، وكمان بيقدر يستخدم سحر قوي وبيروح على اندو، ولكن اندو بيكون متعصب ومش شايف قدامه حد، وهما الاتنين بيموتوا من السحر والقاعة بدأت تتدمر. لكن انوس بيمسكها بسحر وبيصحي الاتنين الاخوات وبيقول لهم ما تعملوش كده تاني، عيب يعني، ده انتوا اخوات. والاخوات بيكونوا مستغربين جدا منه ومن عظمته، وبيسألوه الاخوات عن هويته الحقيقية، وبيقول لهم انوس يا احفادي الاعزاء، رجع مؤسسكم من تاني ملك الشياطين المستبد انوس فلول تيجور. وبنحكي عن ماضي انوس، وان من 2000 سنة بعد الطغيان والقتل اللي عمله كان عايز يحقق السلام، والبطل كان بيصدق لان قتل بشر كتير ولازم ينال جزاءه، والبشر مقتنعين انه عنده هزيمة ملك الشياطين انوس هيحل السلام على العالم كله. بس ده مش حقيقي، لان الشياطين والبشر هيفضلوا طول عمرهم في صراعات حتى لو انوس مات، ولو حتى لو الشياطين كلها ماتت البشر برضه هيدوروا على صراعات جديدة ما بين الارواح او الحكام او اي شيء اخر، ولو مش لقوا حاجة في النهاية هينقلبوا على بعضهم البعض وهيتسببوا في انقراض عالمي. لكن كان اللي بيكون بطل البشر عارف انهم هيعملوا كده، لكن عايزهم يؤمنوا بيه برضه وعاوزهم يؤمنوا بالطيبة الانسانية، فبيسألوا انوس ليه مش بتؤمن بيا وتصدقني، وانوس عايز يعمل حاجة سحري عن طريق موته وتحويل كل حياته لقوة سحرية عشان يفصل ما بين عالم البشر وعالم الشياطين، وانه مش معنى كده انه هيموت، لكن في اقرب وقت هيتجسد تاني وهيكون بعد 2000 سنة من دلوقتي. وبيبقى كان عايز ملك الشياطين لما يتجسد تاني بعد 2000 سنة كون صاحبه في الوقت ده، وبالفعل الحاجز بيتعمل وبيفصل ما بين عالم الشياطين والبشر، وبيظهر انوس على هيئة عيل صغير بعد 2000 سنة، ودول هم ابوه وامه واللي ولدوه ولسه يسمعوا، لكن بيتكلم وبيقول اسمي انوس فولدورجا، وبينصدموا انه بيعرف يتكلم. وبنرجع للوقت الحالي تاني، وبيظهر انوس في الاكاديمية، وبيظهر انه اتصنف على انه اول شخص غير كفؤ ليصبح ملك الشياطين، وبيستغرب انوس هم ليه شايفينه غير كفؤ، وبيسأل انوس ميشا عن اسم ملك الشياطين المؤسس، بس هي مش بتقدر تقول اسم، بس بيستخدم سحر التخاطر وبتقول له ان اسمه ملك الشياطين المستبد افوس. بس بيكون انوس مستغرب من الاسم ده جدا عشان هو بيكون اساسا ملك الشياطين ذات نفسه، وبيفهم انوس ان على مدى 2000 سنة اللي غاب فيهم الاسم اتحرف من جيل للتاني واصبح اسمه غلط للشياطين. وفي وقت كلامهم بتظهر واحدة من العيلة المالكة واللي هنعرف عنها بعدين، وبيبتدي الدرس بتاعه، وبتكلمهم المدرسة عن السحر وانها هتدربهم وهيكونوا فرق مع بعض، وبعد اسبوع من دلوقتي هتخليهم يستعملوا تعويذة جيش ملك الشياطين في مسابقات الفرق، وبتقول اللي عاوز يبقى قائد الفرق يرفع ايده، واغلبية اللي رفع ايديهم من العائلة المالكة، ومفيش حد من الطلاب المختلطين الكرويين يعني رفعوا ايديهم، بس انوس بيكون هو الوحيد اللي رفع ايده، وبتستغرب المدرسة منه وبترفض لانه لابس ابيض وبيكون من الطلاب الكرويين، لانه الطلاب المختلطين بيكونوا لابسين زي ابيض، انما الطلاب بتوع العائلة المالكة بيكونوا لابسين زي جميل، وعشان كده بيضطر انوس يثبت نفسه ويثبت ان المختلطين مش اقل شأن من الشياطين الملكيين، وعايز يثبت الكلام ده بتعويذة العض ضد المدرسة، وانه لو فشل يعتزل للمدرسة ويسيب الاكاديمية. وبالفعل بيستخدموا التعويذة ضد بعض، وبيبص انوس على تعويذة الشيطان الملكي وشايف ان في حاجة غلط، لكن المدرسة بتستغرب وبتقول انهم عارفين التعويذة دي على مدار 2000 سنة ومفيهاش عيب، ولكن انوس بيعدل عليها في لحظة وبيطلع عليهم قوة التعويذة الحقيقية، والمدرسة بتكون مصدومة انه غيرها بسهولة كده، وان التعويذة بقت اقوى باضعاف عن الاول، وبتقرر المدرسة تعترف بيه وتقبله كقائد ومرشح قوي كمان، وبيبتدوا المرشحين يعرفوا على نفسهم، وبيبقى في عدوى من عائلة نيكرون وسلالة مباشرة لاحد اباطرة الشياطين السبعة الكبار افيس نيكرون، وانها ساحرة الدمار ساشا نيكرون، وبتكون دي الاخت الكبيرة لميشا، ومع ذلك ميشا قاعدة معاها ولابسة لبس ابيض، وبيكون ده بسبب قرار عائلي مش اكتر. وبيقوم انوس عشان يعرف عن نفسه وبيقول ان انوس ملكة طغيان الشيطان، بس كل الطلاب بيبداوا يضحكوا عليه، وبالفعل بيبتدي كل الطلاب ينضموا للفرق اللي عايزينها، وبنشوف انوس والبنت اللي معاه وهم قاعدين لوحديهم، مفيش حد راضي ينضم لفرقتهم خالص، وبتيجي ساشا بتستفزهم بكلامها، لكن بيكسفها انوس بكلامه، وبتتعصب ساشا وبتستخدم عيونها الشيطانية المدمرة وبتدمر القاع، لكن مش بيحصل لانوس حاجة، وانوس بيقوم وبيستعمل عينه الشيطانية وبيقول لها مش انت لوحدك اللي بتقدر تعمل كده، وبتنصدم ساشا بسبب كده، ولكن بيعدي الموضوع مرور الكرام وبيهدى، وبيعرض عليها انوس انها تنضم لفرقته لو هي حابة، ولكنها بترفض،
وبيطلع ان ساشا بتكره اختها جدا وشايفاها دميه مش اكتر. وبيخلص اليوم الدراسي وبيتمشوا في الاكاديميه وبيقابلوا في طريقهم ساشا وبتكون عايزه تقاتل انوس، ولو هو فاز هتنضم لفرقته ولو هو خسر هيبقى خدام ليها. وبيوافق انوس على الشروط دي ويبتدي امتحان مباراه الفرق، وساشا معاها طلاب كتير وانوس وميشا لوحدهم، وميشا بتعمل القلعه بتاعتها وبتعمل قلعتين زياده فخ كاحتياط، ولسه ساشا هتقتلهم ولكن انوس بينتقل اني وبيظهر قدامه وبيتقدم لوحده على القلعه وبيطلع انه سامع كل كلامه وان تعويذه حمايتهم ضعيفه قدامه. وبيروح انوس قدام الحاجز السحري بتاعهم وساشا بتطمن لان الحاجز بتاعها قوي، وفكره ان انوس مش هيقدر يكسر الحاجز ده، لكن انوس بيخترق الحاجز بكل سهوله وبيشيل القلعه كلها ويرميها في الهواء. وبتقرر ساشا تهاجمه بكل سحرها وبتاخد قوه الطلاب اللي معاه وبتضرب عليه قذائف لعب الجحيم، ولكن انوس بيوقفها بضربه من سحره البسيط وبيخترق سحر القلعه كمان وبيدمرها. ده اللي بيخلي ساشا تتعصب من قوته وبتروح ميشا تطمن عليها، لكن ساشا مش مهتمه بيها خالص. وبكده بتكون ساشا اتهزمت، وبكده هتكون انضمت للفرقه بتاعت انوس بحسب الاتفاق. وبيكون انوس عمال يقول لها كلام جميل وبيقول لها ان عينيها جميله جدا وبتحمل قوه سحريه هائله ومش شايف عيون شيطانيه جميله زي كده قبل كده. وطبعا البنت بتقع من كلامه، حقها بصراحه، ده ملك الشياطين ولا ملك الحب. فالمهم بيرجع انوس البيت وامه بتلاقي انه جاب بنت جديده معاه على البيت، وبتتفاجئ انه جاب زوجه تانية للبيت وبيفرحوا يا عيني وبيقضوا يوم كله فرح. وانوس بيوصل ميشا وساشا للبيت وبيمسكوا ايد بعض وبيتكلموا وبيوصلوا للقصر بتاعه، وبيظهر ان ساشا بدات تتقبل ميشا وتصالحت معاه، وساشا بتشكر انوس على اللي عمله وبتتكلم معاه، وطبعا عارفين هي عملت ايه عشان احنا متعودين ان في كل انمي لازم يكون فيه الحاجات دي. فالمهم بيفضلوا الاختين يتكلموا كلام حريم مع بعض وحاجه اخر ضحك بصراحه. وتاني يوم بيروحوا للاكاديميه وبتيجي المعلمه وبتقول لهم بما ان ملك الشياطين هيبعث قريب ففي واحد من اباطره الشياطين الكبار السبعه هيجي ويديلهم محاضره خاصه، وان من 2000 سنه انوس استخدم دمعته عشان يعمل 7 رجال آليين وهم دول السبع اباطره الكبار، وهي اول عشيره شيطانيه تنحدر من السلف المؤسس وهم الشياطين الاباطره الكبار السبعه. وبالفعل بيجي افيس نيكرون واحد من اباطره الشياطين السبعه، وانوس بيقوم وبيسلم عليه وبيقول له ازيك يا افيس، مدت فتره ما شفتكش فيها. ولكن افيس بيكون مش متذكره خالص، وان من 2000 سنه افيس فقد الذاكره بتاعته وكل اللي فاكره اسم ملك الشياطين المستبد. وبيروح له انوس عشان يخليه يفتكره وبيستخدم سحر لكن سحره مش بينفع وبيسيبه وبيمشي، وكلهم بيكونوا متفاجئين من اللي حصل. ويبتدي افيس يشرح ليهم التعويذ وبتخلص المحاضره وبيتقابل بعد كده انوس مع افيس، لكن بيكون افيس لسه ذكرياته مشوشه ومش فاكر كويس. وبيلاحظ انوس ان تم التلاعب بالماضي نفسه عشان كده محدش فاكر اسمه الحقيقي وفاكرين بس ان اسمه افوس، وانه اعيد صياغه كتابه اسم ملك الشياطين قبل 2000 عام عن طريق شخص مش عارفين هويته الحقيقيه، وان ده اكيد نفس الشخص اللي محى ذكريات افيس. وافيس بيقرر يبقى محايد مع انه بيعترف بانوس كسيد شياطين لانه بيحس ببعض الذكريات من ناحيته، لكن مش بيثق في كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبيبدا اختبار الزنزانه للطلاب وبيروحوا القصر ملك الشياطين وكل الفرق هتتنافس على جمع النقاط عن طريق جمع الادوات السحريه والاسلحه والدروع حاجات زي كده، وان ملكيه الادوات المجمعه هتروح لاعضاء الفريق. وانوس بيكون مطمن على الاخر لان دي اساسا القلعه بتاعته من 2000 سنه بيكون مستقنيص فيها وعارف كل ركن فيها اساسا، وعشان كده هو هياخد الدرجه الكامله. وان في صولجان في قلعته عباره عن عصايه بتكون بتعزيز سحر نيران الجحيم، وهيكون كويس لساشا. وبيدخلوا الممر وبيوصلوا لغرفه محفزه للسحر بتساعد على تنشيط السحر طبيعيا، وبيوصلوا البوابه فيها كنوز وبيفتحها انوس وبيخشها وبيدي لساشا الصولجان، وبيمشي هو مشيا الاوضه تانية وبيقول لها اختار اللي يعجبك، ومشيا برضه بتكون معاه. وساشا بتختار رداء العنقاء وهو اداه بتمنح لمرتديها القدره على استخدام النيران الخالده عشان تديه لساشا. وبتشوف خاتم برضه مناسب لقوتها السحريه لكن مش عايزاه وكفايه عليها هديه ساشا وبتديها لها لان اليوم ده اساسا بيكون يوم عيد ميلادها. وبيسيبهم انوس وبيمشي عشان يشوف حاجه، وبتكون ساشا بتغير هدومها وبتلبس مشيا ساشا الرضاء وهي فرحانه وانه اسعد يوم في حياتها. وانوس بيدخل الاوضه تاني وبيتفاجئ ان ساشا قتلت اختها مشيا وانها ما كانتش صديقتهم وانها كانت بتعمل كل ده عشان تقتلها مش اكتر. وبيطلع ان ميشا لسه عايشه وبتطلع انها كمان بتطلع في الروح وبتضحك ساشا عليها وانها شايفاها دميه مش اكتر، وبتكرر كلامها كالمعتاد وبتقول لها انها بتكره طريقتها اللطيفه دي وبتصيبها بالقرف. وبيمسكها انوس وبيوقفها وبيطلع انه كان عارف خطتها من اول لان عينيها بتكون
فضحها من الاول عشان هي عين شيطانيه وكده. ولسه انوس هيقوم بقتلها، ولكن ميشا بتوقفه وبتقول لي سيبها، وانوس بيسيبها فعلا. ولسه ميشا عاوزه تطمن عليها، ولكن ساشا شايفاها طيبه وبتكرر كلامها كالمعتاد. وبعدها ساشا سابتها ومشيت، وطلعت ان ساشا بتعمل كده لان ميشا هتختفي في منتصف ليله عيد ميلادها الخامس عشر، وانها ما كانتش المفروض تتواجد ابدا في العالم ده، وان من 2000 سنه كان في تعويذه قسمت شخصين لاتنين، وان افيس نيكرون هو اللي عمل كده فيهم، وانها وجود ما ينفعش يكون موجود للاسف. ومع ان تعويذه الانقصاء مش بتدوم لفتره طويله، لكن افيس عمل كده عشان اول ما تخلص التعويذه يرجعوا هما الاتنين في جسم واحد، ويعمل افيس عرق شيطاني قوي جدا وفريد. وان ميشيا عاوزه تعيش حياه طبعا، وانها تختفي وتبقى ساشا هي راضيه بكده وبالذكريات اللي عاشتها خلال 15 سنه، وفرحانه ان انوس بقى صاحبها وبيتكلم معاه، ان كمان مفيش حد كان بيحبها وكله بيكرهها، وبتشكره على اللي عمله وانه معجزه في حياتها. وانوس بيحضنها وهو متضايق، وبتقرر ساشا تواجه انوس في مبارزه اخيره تاني، وانها تقوم بعمل دايره سحريه، ولو انوس استطاع التحكم في سحرها هتجيب على السؤال ميشيا، ولو فشل التحكم او خسر هيطيع اوامرها وهيبقى خادمها وملكها. وبيوافق انوس وبتعمل ساشا الدايره السحريه، وبيعرف انوس انها مش عايزه تفوز من البدايه، وبتعمل ده كله عشان تموت هي وتعيش ميشيا مكانها للابد. وبيستعمل انوس سحر وبيربطهم هما الاتنين ببعض، وبترد ساشا على السؤال ميشيا، وبتطلع انها طول عمرها بتحبها، لكنها كانت عامله نفسها بتكرهها عشان مش تختفي او عشان مش تتعلق بيها، عشان لو اختفت هي هتحزن قوي وهتموت. واستخدمت ساشا السحر ده عشان يخلي ميشيا الاصليه هي تموت، وان شرط السحر الوحيد ان ميشيا ترفض ساشا وتكرهها وتوافق على السحر ده. لكن ميشيا بترفض تعمل كده لانها بتحب ساشا، وساشا بتبكي يا عيني ومش عايزه تشوفها بتختفي، وبيحضنوا بعض في مشهد مؤثر للغايه وبيتصالحوا. ميشيا خلاص بتفرح لانها حصلت على معجزتين في حياتها، الاولى انها اتعرفت على انوس وبقى صاحبها، والثانيه ان ساشا اعترفت بحبها ليها وتصالحت معاها. ولكن انوس بيجهز لهم بمعجزه احسن، وعاوز يستخدم سحر ويتلاعب دلوقتي والمصدر ويخلي الاتنين يعيشوا. لكن افيس نيكرون بيتدخل وبيغزه بالسيف، وبيقول له ان المفروض ان دول الوعاء للسيف المؤسس من خلال تناسخ الانفصال والاندماج، وان المفروض انوس مش يتدخل في حاجه، وان بكده سيدة هتستيقظ. لكن انوس بيقول ان سيدك مستيقظ بالفعل، وبيضربوا انوس بسحر، واساسا انوس كان حاسس انه هيتدخل، فبيضربه وبيرميه بعيد، وبيستخدم انوس سحره وبيلعب بالمصدر والوقت والزمن كله. وبيقابل انوس في طريقه الحارس للزمن، والحارس ده بيكون عايز انوس لان السبب في تعطيل وتدفق الوقت، وبيطلع جسم افيس نيكرون وبيتحداه فيه انوس، وهو بيصده لحد ما جاء افيس من ورا انوس وبيطعنه وبيضحك. ولكن بيطلع ان انوس ما حصلوش حاجه، وان قتله مش كافي عشان يموت اصلا. وافيس بيحاول يوقف الوقت، لكن انوس مش بيحصل له حاجه، وبيتمشى ناحيته وبيضرب افيس وبيكسر له السحر بتاعه. وبيبدا انوس يلعب بالوقت والمصدر والزمن، وبيستخدم سحر على ساشا وميشا، وبيحيى انوس افيس نيكرون تاني. وافيس بيعترف بيه وبينحني لعظمته وبيقول له سامحني، وبيطلع ان افيس فقد ذكرياته عن طريق قتله ودمج المنشئ بتاعه والاستيلاء عليه وعاده كتابه ذكرياته من جديد. وبيدي لانوس ذكريات الحقيقيه، وبيقول له انه هيخليهم يعتقدوا انه مات، وبيقول له اتحرى عن الموضوع اللي حصل عن تغيير اسمه، وخلاص السحر بتاع المصدر بيخلص كده. ميشا وساشا محدش فيهم هيختفي، وساشا بتحضن ميشا وفرحانه، وانوس بيفرح وبيطمن ان السلام اللي عمله حاجه كويس، وانه كان بيشعر بالملل في الحروب، وانه دلوقتي هو في الالفيه الجديده مليانه بالحماس والاحداث الحلوه، وان ده العالم اللي كان بيتمنى يحققه. وبيدي لميشا الخاتم اللي كان في القلعه، وبيديهولها هديه لعيد ميلادها، والاختين بيشكروه جدا على اللي عمله. وبنيجي لماضي انوس والتابع بتاعه، وبيتقاتلوا مع بنت واستعملت سحر المياه، وتابعه وبيتقاتل معاه وبيهزمها، واسمه شين، وانه مهارته في السيف قويه جدا. وانوس بيقرر يعلمه اللي هو عايزه، وشين بيطلب اعاده بعثه، وانوس بيوافق بس مش بيقدر ينقل ذكرياته ومهاراته للجسم الجديد. وشين بيكون مش ممانع يبدا من جديد ويتعلم كل مهاراته من تاني، اللي هي بتكون في الالفيه الجديده. وبيظهر بعد كده البطل كانون، وانه مهما بيموت بيرجع للحياه تاني، وانه كانون ده الوحيد اللي بيمتلك المصادر السبعه وبيقدر يرجع للحياه كل مره. وبنرجع للوقت الحالي وبنروح للاكاديميه، وانهم مستنيين نتيجه اختبار الزنزانه، وبتيجي المدرسه وبتقول لهم ان في طلب جديد جاي وانه من جيل الفوضى، والصوره تعرف باسم سيد السيف السحري، وانه احد افراد العائله المالكه، وانه موضوع الاختبار وقف بسبب ان حد سرق الصولجان اللي جابه فريق انوس، وحتى يقبضوا على اللي سرقوه هيكافئوهم ب70 نقطه. والمدرسه والطلاب بيفكروا ان فريق انوس اللي سرقه بنفسه عشان محدش يكتشف انه مزيف. بتتكلم واحده اسمها ميسا وبتعترض على
على طريقتهم في التعامل، ولكن المدرسة بتخليها تسكت وبتقول لها لو ما قعدتيش دلوقتي هتتعاقبي فورا عشان انت بتدخلي مناخيرك في اللي مالكيش فيه. بعديها انوس بيدخل وبيقول لي الكلام ده كله مش كل اللي عاوزينه نجيب الحرامي اللي عمل كده، يبقى الموضوع سهل. وبيروح لواحد من الطلاب وبيطلع الصولجان من جسمه بسحر، وشكلها المدرسة هي اللي كانت مخططة لكل ده. بس المدرسة بتسكته وتقول لهم انهم هياخدوا تدريب على السيف السحر العظيم من قبل السيد جايوس والسيد ايدون، دول احد اباطرة الشياطين السبع الكبار. وبيبدأ تدريبهم للسيف السحري من احد اباطرة السبع الكبار وهم 2. بس بتيجي ميسا وبتقول له ان بوران من اباطرة الشياطين السبع هنا وعايز يقابله، وانوس بالفعل بيروح له وبيقابله. يستكمل قصتنا من لما انوس بيروح يقابل ملهيس، بيتصدم، بيدمع، بينزل على الارض وبيقول انه ما كانش فاكره من الاول، لانه نفس اللي حصل مع ايفيس، في شخص جاء وحذف ذكرياته، لكن مظهر ملهيس ما قدرش ينساه، واول ما شافه استعاد ذكرياته على طول. وبيقول له ان بعد اللي حصل من 2000 سنه وبعد ما مات والجدار اللي اتعمل وقتها، يطلع ان كان ملهيس في غابه الروح في عالم البشر وذكرياته كانت مسروقه منه، ولما بيوصل عالم الشياطين وصل للجدار وما قدرش يخشه، ويستغرق 100 سنه علشان يقدر يدخلها، ولكن وقتها كان اسم ملك الشياطين اتغير وبقي افوس ديلفيا، ويطلع انهم طلبوه في البطوله دي وعاملين ليه فخه. ملهيس بيعتقد ان اصحاب السمو الملكي هم السبب في كده، وانهم عازمين على قتله بغض النظر على الطرق اللي هيعملوا بيها كده، وبيطلب من انوس ما يروحش البطوله. انوس بيفهم الموضوع وبيفكر يروح البطوله ولا لا. بيرجع للبيت وبيلاقي ميشا قاعده مع امه وعملت ليه اكل كمان، وحاجه اخر رومانسيه وضحك. وتاني يوم انوس بيفسح ميشا وهما في المطعم، بيجي لهم ايفيس وبيديله معلومات هي ان الموحدين مش بيقودهم ملهيس، وان في شخص بيقودهم من خلف الكواليس، وانه مش قادر يكتشف هويته، وان مفيش حد من الموحدين عارف هويته، وعارف برضه ان في شخص تاني هنا في مدهيس مجهول الهويه ومرتبط بمشفى لنجورس السحريه، ودي مشفى بناها سيد الشياطين اليو من مدهيس، ولكنه مجرد شخصيه احتفاليه، وغريب عليه انه يعمل حاجات زي كده، وان في شخص تاني برضه بيلعب بالسيناريو من خلف الكواليس هو لسه مش عارفه. وبتنتهي معلومات ايفيس، بيمشي وبيروح انوس للمشفى، بيبص بعينه وبيطلع ان مفيش حاجه غريبه. بيظهر ري جاي للمشفى والسبب انه جاي يزور امه. انوس بيطلب من ايفيس يحقق في الموضوع ده تاني، وتبدا بطوله السيف السحري. بيروح انوس مع امه علشان تشجعه، وابوه مش موجود معاه، مختفي بقاله فتره. بيظهر ليه ايفيس تاني وبيقول له ان ملهيس ملوش علاقه ببطوله السيف السحري، ولكن جايوس وايدر من أباطرة الشياطين السبعة الكبار ليهم يد في الأحداث دي، ومن الواضح إنهم بيخططوا علشان يخلوه يقع في الفخ. وبيتكلموا برضه عن والدة ري، وإنها مريضة فعلا في المشفى، وهي حاليا في حالة حرجة وعلى وشك الموت. المرض اللي عندها اسمه مرض الروح، وده مرض نادر جدا وما كانش متواجد من 2000 سنة. بيفهم أنوس الموضوع ولسه بيقرر يشارك في البطولة علشان يعرف فخهم إيه. بيبدأ أول قتال ما بين أخو المدرسة الكبيرة كروتل دايل وانوس فولديجودر، وكل الناس بتتكلم عليه وبتستهزأ بيه، وامه بتسكتهم وبتزعق فيهم. وبيجي ابا انوس وبيديله سيف هو عمله ليه مخصوص، وبيعتز انوس بالسيف ده جدا، وبيطلع عشان يقاتل اخو المدرسه عشان يخلي ابوه وامه يشعروا بالفخر بيه. وبيبتدي القتال بين انوس واخو المدرسه، وانوس بيعمل من وش امه بطاطس محمره وبيقع الغلبان، والمدرسه بتتعصب جدا منه، وبيروح انوس عشان يستريح شويه. وبيشوف انوس ان ري فاز بقتاله، وبيكتشف انه بقى من اتحاد لجنورس للسيوف السحريه. وانوس بيستغرب جدا من انضمامه للمنظمه دي، وبيجيلهم ري وبيطلع انه موظفوه وبيديله فلوس كتير جدا، وكمان هيخلوه سيد الشياطين وبقى نبيل دلوقتي، ومش هيبقى صديق ليهم بعد كده. وبيقول لانوس انه هيقتله، وانوس بيقول له تعالى ولا يهمك يا حبيبي، اتشرف في اي وقت. ده اللي خلى ري يتعصب جدا منه وبيهجم عليه، لكن انوس بيصده بسيفه وبيخرم جسمه بايده، وبتنتهي واجهتهم بعد كده. وري بيمشي وبيلاحظ انوس انه كان بيلبس طوق حوالين رقبته، وانوس بيفكر بدام انه ما جاش يطلب المساعده يبقى هو رهينه للمنظمه دي. ونرجع للبطوله، وانوس بيفوز بسهوله جدا، وبتنتهي البطوله للنهارده. وانوس هو وميسا بيروحوا لام ري في المستشفى عشان يشوفوها ويطمنوا عليها ويشوفوا مرض الروح بتاعها. بس والده ري بتصحى فجاه، وبيطلع انها عارفه انوس عشان كان ري بيتكلم معاها دايما عليه، وبيقرر انوس يعالجها عن طريق
طريق ميسا لانها نصف شيطانة ونصف روح هيربط مصادرهم ببعض. بعديها بنشوف المدرسة وهي رايحة لأم أنوس، وبتكون رايحة عشان تاخد السيف منها، لكن أم أنوس مش بتديها لها لكنها بتستعمل سحرها وعايزة تاخد السيف بالقوة، ولكن البنات بتوع فرقة أنوس بيحموها، بس بيكونوا البنات ضعفاء جدا قدامها، والمدرسة بتعتبرهم حشرات عشان هم هجناء وكده، وبتستعمل سحرها على أم أنوس، لكن البنات بتحاول تصدها تاني يا عيني وبيقولوا لها اهربي، وبتجري أم أنوس والبنات بتحاول تصد السحر تاني، بس المدرسة الهبلة بتقوي سحرها والبنات بيصدوا ضرباتها عشان أم أنوس دي عزيزة عليهم قوي، بس البنات بيتهزموا، بس هم بيحاولوا يقفوا تاني، لكن المدرسة مش بتسيبهم في حالهم وبتقتلهم واحد واحد، ومش بتفضل غير أم أنوس وبتضرب عليها المدرسة، ولكن أنوس بيوصل في اللحظة المناسبة وبيلاقي البنات كلهم ميتين ولسه المدرسة بتتكلم، ولكنه بيوقفها بسحره وبيصحي كل البنات وبيسأل عن أساميهم وبيقول لهم أنوس إنه مش هينسى أساميهم مادام هو عايش عشان هم أنقذوا حياة أمه، ودي جميلة مش هينساها لهم. بعديها بيروح أنوس للمدرسة وكان متعصب جدا منها وبيمسكها من رقبتها وبيوديها بسحره للحلبة وبيقتلها وبيعذبها بسيفه، وإنه هيسيبها بس لو اعترفت بيه كسيد للشياطين، لكنها بترفض، ده اللي بيخلي أنوس يغص السيف في صدرها، وأخيرا بتعترف بيه كملك للشياطين وبتقول له ارحمني، ولكن أنوس بيقرر يقتلها ويولدها من جديد، بس بيحييها من جديد على هيئة هجينة عشان تبقى عبرة للي هيقرب من أمه بعد كده أو من حد بيحبه، وبتنصدم المدرسة من شكلها الجديد وبتاخد السيف من أنوس وبتبقى عايزة تموت نفسها بيه، بس مهما تحاول تموت نفسها مش بتتأثر عشان أنوس حط عليها لعنة إن مهما تقتل نفسها هتبقى خالدة للأبد. وبنروح لميسا مع أم ري، وري بيجي وكان هيقتلها لأنه كان فاكر هتقتل أمه، لكن بيعرف إنها تعويذة عاملها أنوس عشان يرجع أم ري تاني، وميسا بتستخدم كل قوتها في التعويذة دي، وأم ري بتنادى عليه وبتقول له شكرا على كل لحظة قضيتها معاك، وبتروح في النوم، وإن التعويذة ما نجحتش للأسف، وبيجي أنوس وبيشوف ميسا وأم ري، وتاني يوم بتبتدي المواجهة ما بين ري وأنوس، وبيطلع إنهم حاطين أساور حوالين إيديهم وإن البومة دي بتراقبهم، ولو اتدمرت الأساور دي فكده هيخسر، ويطلع إن البومة عاملة الخطة دي وملبس الأساور لأنوس عشان تاخد منه كل الطاقة السحرية، ولو أنوس هزم ري فيتم القضاء عليه بواسطة السيف السحري، يعني من المفترض إنه يبقى زي ما هو وبيسيب الأسورة تستنزف روحه السحرية وما يهزمش ري، وبيبدأ القتال بعد كده، وأنوس بيسد سيف ري وبيطلع إن الأسورة اللي لابسها ري مجرد منظر مش زي بتاعة أنوس، وري مش عاوز يقاتل بالطريقة دي وبينهي عقده بنفسه وعايز يقاتل أنوس في مبارزة شريفة، وأنوس بيحييه على شجاعته دي، وبيبتدي القتال ما بينهم والناس كلها مش شايفة حركاتهم السريعة، وري بيجري وأنوس بيجري وراه وبيجرحوا برضه وبيتواجهوا على بعض تاني، وري بيقطع ايد أنوس وأنوس بيقتل ري، وبتظهر البومة وبنعرف انها تبع ميلهيس، وعمل كل ده عشان يتخلص منه نهائيا، وانه حبسه في سجن ثلاثي الابعاد والاسوره بتستنزف الطاقه بتاعته السحريه، فبكده هو ضعيف ومش هيعرف يرجع ايده تاني، وبيظهر برضه جايس وايدول وانهم متحالفين معاه، ولكن أنوس يطلع انه كان عارف كل ده، وبيظهر ري وبيقتل جايس وايدول، وأنوس بيوقف الزمن بموتهم، وبيطلع ان أنوس لغى العقد السحري اللي كان مربوط في قلب ري، لكن ميلهيس عامل خطه احتياطيه ومحتجز ام ري، وبيطلع له فخ تاني برضه، وان ده الجدار اللي استخدمه في تقسيم العالم زمان، وبيضرب على أنوس وايد أنوس لسه بتتحرك وفيها طاقه سحريه قليله، وميلهيس بيقرر يخش من باب ثلاثي الابعاد وبيلعب مع أنوس لعبه الغميضه شويه، وطالما هو بعيد عن أنوس مش هيعرف يفوز عليه، وبيرمي شيء على ري عشان يحميه من ميلهيس، وبيعمل له أنوس سيف عشان يقاتل بيه وبيخفي الحاجز، وري بيروح يقاتل ولكن السيف بتاعه بيتكسر، وأنوس بيضطر يعمل حاجز عليه تاني، وري خلاص بيفقد الامل، ولكن امه بتقول له مش يستسلم وخلي دايما عندك امل، وام ري بتقرر تضحي بنفسها وبتعمل له سيف يقاتل بيه، وري فرحان بالقتال وبيفتكر ايام زمان، وبيروح ري ويخلص على حاجز ميلهيس، وبيكتشف كمان ان ام ري خلاص بتودع وفرحانه انه كبر وبتمشي، ولكن لسه ميلهيس ما انتهاش ولسه هيرد، لكن أنوس بيجي من وراه بدون ما يحس، والشرير بيفجر الحاجز بأنوس وانه مش هيقدر يتصدى لقوته نفسها، ولكن أنوس بيفاجئه انه ما حصلوش حاجه، وبيستدعي سيف اسمه سيف الجحيم المؤسس، ويطلع ان أنوس كان الوقت ده كله معاه ربع قوته، وانه بفضل ميلهيس استعاد قوته كلها، وبيلحق ميلهيس قبل ما يهرب وبيتقدم عليه وبيكسر كل ابوابه وبيقتله بسيفه، وبيطلع ان كان في حشره مستحوذه عليه وبيقتل الحشره دي، وبيرجع ميلهيس لطبيعته، وكل الناس عليها سحر الوقت ومش شايفين حاجه، وميلهيس بينحني ليه وبيعتذر على اللي عمله وان كان في حد متحكم بيه، وبيفهم أنوس الموضوع ده، وبيستدعي أنوس جايس وأدول وبياخد مصادرهم اللي كانوا
كانت مع افوس وبيغيرها، وبيظهر افوس قدامه وبيمشي، وبيقول انوس لملهيس انه يقوم باحياء جايس وايدو، بعديها يمشي وبيرجع الوقت تاني لطبيعته، وبيلاقي الجميع ان انوس فاز على ري، وبيعم الفرح في المكان، وبيعتز بسيف ابوه، حاجه اخر ضحك بصراحه. وانوس بيرجع ام ري تاني بعد ما ماتت، وري بيسلم على انوس وبيشكره، وبتيجي ساشا وبتديله جايزته، ولكنه بيرفض الجايزه وعايز حاجه تانية، وبتروح ساشا وبتديله القبله بتاعته، وسبتها لكم المره دي لانها قبله بريئه ما فيهاش حاجه يعني، وان من 2000 سنه وانوس بيروح لبطل كانون، ويطلع انه عايز السلام ومش عايز يقاتل حد، ولكن بيتدخل جرجا المعلم بتاع كانون ومش مصدق انوس، وهو عايز يقتل، وان موتو هو اللي عاوزينه البشر عشان يحققوا السلام، واتباعه بيدي لجرجا قوتهم، وجرجا بيهجم عليه، ولكن انوس بيقتله من ضربه واحده، وبيقول انوس لكانون لو كنت مهتم بموضوع السلام تعالى قلعتي، وبيظهر الشخص اللي من وراء الكواليس وانه عايز يقضي على انوس ويمحي فصيله الشياطين كلها. وبنرجع للوقت الحاضر وبنعرف ان المدرسه اتطردت من الاكاديميه بسبب اللي عمله انوس، تيجي مدرسه جديده مكانها، ومحاضرتها النهارده هتكون عن البطل ايزيش يون، واسم البطل بيكون اركا، وبيكون هو في عالم البشر، ورغم انهم مش بيتفاعلوا مع البشر، ولكن اكاديميه البشر والشياطين عاملين خطه تبادليه عشان يروحوا الشياطين ويدرسوا هناك من عالم البشر، وانهم هيروحوا لايزيش يون اكاديميه الابطال هناك. بعد كده يا اسطى انوس بيبدا يدرب ساشا وري وميسا عشان يبقوا اقوياء، وبعد كده ملهيس بيجي لانوس وبيقول له انه تم بعث جايس وإلدو بنجاح، وبيعتذروا ليك عن كل اللي عملوه. وانوس بعد ما رجع 4 من خدامه من سيطره افوس، لسه برضه في 3 خدام كمان من اباطره الشياطين الكبار ال7 تبع انوس، وهو مش عارف عنهم حاجه، وبيعتقد اكيد انهم تحت سيطره افوس. وملهيس بيقول لانوس يتوخى الحذر في موضوع اكاديميه الابطال، وانهم الابطال ممكن يكونوا عاملين فخ ليه هناك. وبعد كده انوس بيروح هو وري عشان يختار سيف لري، ويكون سيف مرتب ومحترم، وبيجرب ري سيف، وبيتذكر انوس ان من 2000 سنه كان عنده راجل ذراعه اليمين كان بيتقن كل سيف موجود، وري بيفكروا بيه جدا، وانوس مش متاكد اذا كان هو الشخص ده ولا لا، وهل هو بعث من جديد ولا لا. وري كان حاسس نوعا ما بان انوس كان عايش في عصور مختلفه. وخلاص الشياطين بيجهزوا عشان يروحوا الاكاديميه، وان الرحله دي هتاخد وقت ما بين 5 أو 10 ايام، وكلهم بيكونوا مجهزين عدتهم واكلهم، ولكن انوس بيستخدم سحر الانتقال وبيروح قدام الاكاديميه في ثانيه هو وفرقته عشان يستكشف المكان هناك، لكن ميسا وميشا هيرجعوا عشان يعرفوا ويوجهوا باقي الفتيات. بس انوس وساشا بيتمشوا في المدينه، وبيشوف انوس السلام اللي عمله وانه ازاي حلو. بعد كده انوس بيروح الاكاديميه وبيقابل بنت هناك، وبتقول له البنت محظور دخول الاكاديميه للغرباء، والبنت بتعرف انهم من اكاديميه الشياطين، وبتستغرب انهم جوه بسرعه كده، وبتعرف البنت على اسمها، وبنعرف انها اسمها النور، طالبه في السنه الثالثه في اكاديميه الابطال، وبتدخلهم الاكاديميه وبيستكشفوها شويه، وبتوديهم الينور للمكتبه، وبيقراوا عن ماضي البطل كانون اللي هزم ملك الشياطين المستبد. وساشا تتعصب انها بتقول ان الشيطان المستبد اتهزم، والنور بتقول لها ان دي حقيقه. فساشا بتقول لها امال الجدران اللي قسمت العالم 4 مناطق من 2000 سنه اتعملت ازاي؟ والنور بتقول لها انه تم بناؤه من قبل البطل كانون لحمايه البشر من بقايا جيش الشياطين. وبنعرف انهم مبوظين التاريخ خالص، ومش عارفين ان انوس هو اللي بنى الجدران دي حسابا على حياته لتحقيق السلام. وساشا بتتعصب، لكن انوس بيهديها وبيقول لها مش مهم الكلام ده دلوقتي، وبيسال النور عن اسم ملك الشياطين المستبد، وبيطلع برضه ان في عالم البشر عارفينه باسم افوس. وانوس سمع عن فصل خاص للابطال المستجدين، وانوس بيسال لو البطل كانون موجود بينهم، ولكن بتقول له انه في 4 تناسخات لكانون، لان كانون بيمتلك 7 مصادر للحياه، فطبيعي هيبقى في 7 ابطال لمصادر، وانها قوه اكتسبها لقتل الشياطين، وانه لو تبقى مصدر واحد حتى هيقدر كانون يرجع للحياه عادي، وكل مصدر لو المصدر التاني مات هيقدر المصدر الاولاني يرجعه تاني. وبيسال انوس لو الابطال دول ليهم ذكريات حقيقيه لكانون، ولكن بيتدخل شخص وبيطلع ان ذكرياته غلط برضه عن اللي حصل، وان الشخص ده التجسيد الاول لقلب البطل كانون، واحد من اعضاء فرقه النخبه جرجا، واسمه ليرديانو كانون اسشين. سلكولي يا جماعه الاسماء دي صعبه والله. وبيظهر بقية الأعضاء، وده التجسيد الثالث لقلب كانون واسمه لويس كانون. وانوس بيستهزأ بيهم وانهم مش تجسيد اصلا لكانون لان بيمتلك مصدر واحد والباقي مزيفين، ولويس بيقرر يوريه قوة تجسيد الأبطال وبيهجم عليه بسحره، ولكن انوس بيوقف هجومه بغمضة عين، وليرديانو بيوقف لويس وبيعتذر لانوس عن طريقتهم، وانوس بيمشي وبيسأل انوس مين اللي قتل كانون، وبتقول له النور ان القاتل بشر، ودي الحاجة الوحيدة اللي يعرفوه عنه. وبيوصل بقية الطلاب اخيرا للأكاديمية
الأكاديمية، وأنوس بيتمشى معاهم وبيظهر أبطال من فوق وشكلهم بيخططوا لحاجة، وبيبتدوا محاضرتهم بحضور الأبطال والشياطين، وإنهم باستخدام الحاجة الموجودة على الطاولة كل الأكاديمية هتظهر سحرها. وأول واحد ممثل لأكاديمية الأبطال هو ليرديانو، والممثل لأكاديمية الشياطين طالب السنة الثالثة الأعلى تصنيفا ريفيست كان. وبيستخدم ليرديانو سحر البطل، سحر الزيادة الفعلية، وإنه سحر مقدس وبيحول السيف المكسور لسيف جديد. وريفيست كان ده بيستعمل سحر الشيطان، سحر تجسيد الشياطين. ولكن مش بيحصل حاجة للارديانو، أكاديمية الأبطال بتستهزأ بيهم وبقوتهم. ولكن أنوس بيتدخل في الوقت المناسب، وبيعرف إن البشر كانوا عاملين خطة، وإن ألديانو وقت ما عمل التعويذة ألقى برضه سحر الحاجز المخفي واللي بيمنع سحر الشياطين من العمل أصلا. وأنوس بيستخدم سحره وبيحول ألفار ده لوحش عملاق، وكلهم بينصدموا منه. وبيستخدم بعد كده سحر زيادة الفعالية زي اللي عمله ألديانو. وبيعرف ألديانو إن أنوس هو التجسيد لملك الشياطين ومستبد، ولكن بقية الشياطين النبيلة بتستهزئ بأنوس، وإنه استحالة يكون ملك الشياطين لأنه منهجين مختلط. ولكن أكاديمية الأبطال بتسكتهم وبتقول لهم لو في حد قوي اتفضل يورينا نفسه. وبيبتدي كلهم يتعصبوا على بعض، ومن الواضح إن دي خطة أساسا أكاديمية الأبطال. والفيست كان ده بيكره أنوس جدا، وشكله بيخطط لحاجة، وبينتهي الاختبار ونيجي بالليل. وفيس بيجي لأنوس وبيديله معلومات، وإن مفيش أي معلومة لقاتل البطل كانون، إن وقت خراب العالم من جديد هيظهر بطل كانون، يعني لما الدنيا تخرب تاني هيظهر كانون من جديد. وبيفهم أنوس إيه اللي بيحصل، إن بيتم نقل المعلومات خطأ عن طريق شخص مجهول للجميع. ونيجي لتاني يوم بيبدأ اختبار تاني ما بين الأبطال والشياطين، وأنوس بيلاحظ إن النور مختفي، وإن في البحيرة دي في مدن وكهوف تحت المية، وإن اللي هيقدر يحمي القلعة بتاعته تحت المية هيفوز. فأكاديمية الأبطال بتختار اللي هيخش الاختبار ده من صف النخب، والمدرسة بتاعت الشياطين مش عارفة تختار مين في الاختبار ده، ومدرسة أكاديمية الأبطال بتستهزأ بيهم. وبيطلب ريفسيت من مدرسته إنها ترسل صفوة عشان ينتقموا منه على اللي عملوه. ولكن أنوس بيتدخل وبيقول لهم انتم ضعفاء ومش هتقدر تحاربوه، وسيبوا لنا احنا الطلعة دي. ولكن ريفسيت بيرفض ان شرف الأكاديمية على المحك، ومش ممكن يسيبوه لشيطان هيجين زيه. وبيقرر أنوس يسيبهم يخشوا الاختبار ده، وبيبتدي الاختبار. ولكن بيطلع ان ريفسيت فرقته ضعيفة جدا، والأبطال بيهزموا فرقة الشياطين. وأنوس بيلحق الشياطين وبيطلعوا، وبتحاول المدرسة تعالجهم، ولكن بيطلع انهم اصيبوا بجروح من السحر المقدس ومش بيقدر يعالجوهم. وبيتدخل أنوس عشان يعالجهم، ولكن ريفسيت بيرفض ان أنوس يعالجه. ومع ان ريفسيت بيكره أنوس، لكن بيطلب منه يرجع شرف مدرسته. وأنوس بيوافق وبيعالجه، وبينزلوا يقتلوهم. وبيطلع ان معاهم خطة احتياطية، وبيطلع انهم حاجزين النور في مكان مش معروف. وبتبتدي الاختبارات من تاني، وبيطلع ان الابطال فيهم حد بيتحكم فيهم، وبيقول لهم يقتلوا الشياطين يقتلوا الشياطين. وبيبتدي القتال ما بين فرقة أنوس والابطال، ومشيا بتبني قلعة كبيرة، وأنوس بيقاتل معاهم وهم بيحاولوا يمسكوه وبيستهزئوا بيه، ولكن بيستخدم سحر وبيهزمه. وميشا بتبني قلعة كبيرة ليهم، والابطال واضح ان في حد بيمدهم بالطاقة وبيصحيهم من تاني. وساشا بتتقاتل مع واحد من الابطال، وبتاخد منه شرطه اللي بتمده بالطاقة، والبطل بيهجم عليها وبياخد الشارة تاني. والبطل بيستخدم حاجز سحري بيوقف ساشا وبيهجم عليها، ولكن ساشا طلعت انها حاطة في الشعار بتاعه سم سحري بيوقعه، وبتكسر الحاجز وبتهزم البطل. وهنا بطل تاني بيتقاتل مع ري، وانه حاطط عليه حاجز. لكن أنوس بيلاحظ حاجة، ان في حد من وراء الكواليس ابتدى يتحكم في الابطال من تاني، وفي نفس الوقت بيتحكم بالبنات اللي في فرقة أنوس، وبيقول للبنات برضه اقتلوا الشيطان المستبد. وأنوس بيبطل السحر ده، وبيحس أنوس بانها كراهية مطلقة ليه. وزيشيا بتستخدم تعويذة محرمة، وأنوس بيحاول يمنعها، لكن بتستعملها وبتروح عليه وبتكز نفسها وبتفجر روحها. والديانو بيضحك، ولكن بيطلع ان أنوس لسه مش حصل له حاجة. وأنوس بيطلب من ميشيا تروح تنقذ النور وتجيبها عشان تلحق زيشيا، ولكن ميشيا وهي في طريقها بيجي مدرس الأكاديمية وبيهجم عليها وبيقتلها، ويفضل يعذبها وبيقول مش هنسى حتى لو بعد 1000 سنة. والمدرس عايز يقتلها من مصدرها، ولسه يقتلها أنوس بيتدخل وبيضرب المدرس وبيلحق ميشيا وبيعالجها، وبيروح على المدرس وبيعذب فيه وبيقتله وبيصحيه تاني، وعايز يعرف منه ايه غرض الأكاديمية والشخص اللي بيتحكم في الأبطال والمدرس. المدرس مش عايز يتكلم، وأنوس بيستخدم سحر إظهار الهيئة اللي بيوري شكل الشخص الحقيقي، وإنه لو كان إنسان نيته صادقة مش هيتحول، إنما لو شرير هيتحول. والمدرس فعلا بيتحول لوحش وبيتعصب وبيزعل بقية الأبطال. بس أنوس بيوقف الزمن كالعادة، وبياخد قلب الوحش وبيعذبه وبيقضي عليه. وبيروح أنوس وميشيا ينقذوا النور المحبوس، ويطلع إن النور تم تكوينها باستخدام تعويذة محظورة، واللي بتحول البشر إلى سحر، وإنها سحر بشري. وأنوس بيفهم إنها كانت بتعالج الأبطال وقت قتلهم، وحتى جراحهم المميتة كانت بتعالجها. وأنوس بيكسر الختم بتاعها، والأبطال بيرجعوا لطبيعتهم من تاني، والسحر بتاع النور بيتلغي. ويطلع إن أكاديمية الأبطال كانوا مستخدمين النور عشان يستنسخوا البشر، وده
وده بيفهمنا ليه في كذا نسخة الكانون، ومهما كانت بتدمر نفسها كانت بترجع تاني، وان القائد جرجا بتاع زمان هو السبب في اللي بيعملوه ده، وانه بيكن طغيانه اتجاه الشياطين، وحتى بعد السلام كان خايف ان احفاده تشيل الحقد ده من قلبه. عشان كده عمل اكاديمية الابطال عشان يفتكروا حقدهم وكرههم للشياطين، وان روحه هي اللي كانت موجودة وكانت بتتحكم في الابطال من وراء الكواليس. وبيظهر الشياطين الثلاثة وافوس معاهم، وبيسحب سيف البطل كان وبيروح لانوس، وانوس بيهجم عليه بسحر، ولكن افوس بيضربه بسحر، وانوس بيصد سحره، وافوس بيقول ليه انه هيقدر على كل شيء، ما توقفش في طريقه وبيمشي. والمدرس بيرجع تاني وبيوصل الكلام لكل البشر ان الظلام رجع تاني والسيف المؤسس رجع تاني، لكن ما تقلقوش الابطال هيقتلوه. وبنروح لعالم الشياطين، وبيظهر اباطية الشياطين الكبار وبينهم افوس، وبيقول لهم انه من 2000 سنة اذع الرحمة للبشر، ولكن دلوقتي مش هيرحمهم، وبيقول لكل الشياطين اوقفوا وقتلوا ضد البشر. وبيروح انوس لمكان افوس، وميسا بتكلم وبتقول له ان ري اختفى من وقت القتال، وهنا افوس بيتمشى، وانوس بيجي وبيحط حاجز حوالين المكان، وافوس بيطلع سيفه وبيتقاتل مع انوس، وانوس بيعرف انه البطل كانو، وانه ري في نفس الوقت، وانه بيعمل كده بسبب تأنيب الضمير اللي اجاله. وبيشرح كانون لانوس على كل حاجه هو عملها، وبيقول له ان هو قرر يغير القدر باستخدام سيفه، ويبطل مصير انوس بانه يتم تجسيده كملك شياطين المستبد، وان ده سبب نسيان اسمه مع مرور الوقت، والتاريخ غير اسمه لافوس. وكانون بيتقاتل مع انوس، ولكن كانون بيستخدم كل ما عنده من قوه وبيقتل انوس، وانوس عمل كل ده خطه عشان يظهر البطل كانون تاني اللي انقذ البشر، وانوس يرجع ملك الشياطين المستبد وبيلبس القناع، وكلهم بيشوفوا كانون هو بيقتل ملك الشياطين. وانوس عمل كده عشان يطفي كراهيه البشر، وانوس بيزعق لكل البشر والشياطين يتراجعوا، وان القتال هيقف حتى يتم احيائهم الجديد بعد 2000 سنه. وبالفعل جيش ملك الشياطين بيبدا يتراجع، والبشر بيحتفلوا بنصرهم ده، وبيظهر جرجا من جديد، بس انوس بيستعيد قوته وبيهجم على جرجا بسحر وبيقتل جرجا، بس بينهي عليه كانون، وبيرجع كانون تاني لري. خلاص بيرجع انوس للبيت، وامه وابوه بيستقبلوه، بيلاقوا انه جاب عروسه تالته معاه للبيت، وبنتصدم ان انوس ليه 10000 حفيد. وبس بكده بيخلص ملخصنا لحد كده. مش تنسى بقى تشترك وتفعل الجرس عشان في ملخصات جايه ضرب نار، وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير. سلام.